مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية واستهلوها بالعناوين. إصابة مواطنين 2 بفيروس كورونا اليوم. مسابقة نصف ماراثون شرقي إفريقيا لعام 2022. عمل منسق لتقوية الكفاءة الطلابية في مديرية النحيلي. غارة جوية فرنسية تسفر عن مقتل مسلحين من جماعة متشددة في بوركينا فاسو. مباحثات أمريكية مع الشركاء الآسيويين لكبح نفوذ الصين. ماكرون يعلن أن فرنسا ستبني 6 مفاعلات نووية. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز الفحص في إقليمي الأوسط وعنسبة أظهرت إصابة مواطنين 2 بفيروس كورونا، وقد ظهرت إصابة واحدة في مركز الفحص بالإقليم الأوسط وهي من منطقة بكشحاي، ومثلها إصابة واحدة من علبرد. في غضون ذلك شفي 20 مريضا، 11 من الإقليم الأوسط و6 من القاشبركة و3 من إقليم عنسبة. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9662، شفي منهم 9454 وتوفي 102 من المرضى، فيما لا يزال 104 يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 11 من فبراير 2022. تحتفل البلاد سنويا بذكرى عملية فنقل المجيدة التي بشرت بنول الحرية واجتثاث العدو من البلاد في فبراير من عام 1990. ومع احتفالات البلاد بهذه المناسبة التاريخية تنظم فعاليات ثقافية ونشاطات رياضية، أهمها تنظيم استحقاق نصف ماراثون شرقي إفريقيا. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. شهدت لؤلؤة البحر الأحمر مدينة مصوع حاضرة إقليم شمال البحر الأحمر صباح 11 من يوم الجمعة تنظيم استحقاق نصف ماراثون شرق أفريقيا الذي ينظم سنويا مع احتفالات البلاد بعملية فنقل التاريخية. وشارك في نصف ماراثون شرق أفريقيا 50 عداء يمثلون الدول إريتريا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان وتنزانيا، فيما شاركت 10 عداءات إريتريات يمثلن أندية وطنية مختلفة. وفي السباق النهائي لفئة الذكور حقق المركز الأول العداء سامسوم أماره من نادي الإقليم الجنوبي، فيما نال المركز الثاني العداء الإثيوبي بلاي طلهون، وكان المركز الثالث من نصيب العداء الأولمبي آرون كفلي من نادي الإقليم الأوسط. وتسلم الفائز بالمركز الأول ميدالية ذهبية و3000 دولار، والفائز بالمركز الثاني ميدالية فضية و2000 دولار، والمركز الثالث ميدالية برونزية و2500 دولار. فيما نالت الميدالية الذهبية من فئة الإناث العداءة الأولمبية نازريت والدو من نادي الإقليم الأوسط، وتسلمت 45,000 نقفة وكأس البطولة. فيما توجت بالفضية و30,000 نقفة المتسابقة الأولمبية دولشي تسفو من نادي دندن بوزارة الدفاع، تاركة البرونزية و22,500 نقفة للمتسابقة ناصنة أمانيل زميلتها بنادي دندن. وقدم ضيوف الشرف كل من وزير الثروة البحرية سيد تولدي قلاتي، ومفوض مفوضية الثقافة والريادة سعادة السفير زمد تخلي، وحاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة، الجوائز المالية والكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز المتقدمة في نصف ماراثون شرق أفريقيا لفئتي الذكور والإناث. الجدير بالذكر بأن بطولة نصف ماراثون شرق أفريقيا نظمت لأول مرة في عام 2004 مع احتفالات البلاد بذكرى عملية فنقل المجيدة، ودخلت ضمن المنافسات والاستحقاقات المعترف بها من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى عام 2011. تم الدعوة في اللقاء الذي عقد في 10 من فبراير الجاري للعمل بقوة لتعزيز العملية التعليمية ورفع قدرات الطلاب في مديرية النحيلي. وشارك في اللقاء مديرون ومشرفون تربويون ومسؤولو علم التدريس
في 27 مؤسسة تعليمية في المديرية، وجاء فيه وجوب تقديم دعم تعليمي لكافة الطلاب الضعفاء في مختلف المراحل، إلى جانب المساعدة التعليمية الجارية بانتظام لامتحانات الشهادتين المتوسطة والثانوية الوطنيتين. وقدم مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ مريح كيروس تقريرا أوضح فيه نجاح 90% من أصل 17866 طالبا، وانخفاض ظاهرة المقاطعة التي كانت مقلقة خلال السنوات الماضية. من جهته قال مسؤول التعليم الأساسي في فرع التعليم بالإقليم الجنوبي الأستاذ تولدي أبراهام إن على المشرفين التربويين تكثيف الرقابة والمتابعة لتوثيق مستندات الطلاب جيدا، والعمل المنسق مع المديرين لتنظيم برامج تساعد على تفتيش قدرات الطلاب. وذكرت مديرة المديرية بالإنابة السيدة ترحاس فقادو لتصحيح المخالفات الطلابية النادرة في أوانه، مؤكدة ضرورة العمل بقوة لرفع مساهمات المواطنين. كما قيم اللقاء أنشطة المدارس كلنا على حدة بعمق، وقدمت آراء وتوصيات أهمها تقوية اللقاءات بين مدراء المدارس والمعلمين والطلاب، وتنفيذ الأعمال الرقابية للمؤسسات قبل النظامية عن طريق المشرفين التربويين، وإيجاد حلول لقلة المنابر الدراسية ومنح اهتمام للأطفال الذين لم يلتحقوا بمائدة التعليم، وإدخال المعلمين طرقا تساعد على تحسين كفاءة ومشاركة الطلاب. أعلن رئيس الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية والجسدية المقدم برهان بخرسين عن إنجاز أعمال مرضية لرفع فهم المجتمع حول الإعاقة الذهنية والجسدية. وأوضح المقدم برهان تقديم دورات تأهيلية تركزت حول أساليب رعاية الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والجسدية في 44 مديرية، مشيرا إلى أن برنامج التأهيل التجريبي القائم بالتعاون مع الشركاء بإدخال أنشطة تساعد الآباء على تحسين مصادر دخلهم ورعاية أبنائهم، وقد اكتسبوا من هذا البرنامج تجارب ثرة حسب قوله. وأوضح بأن الجمعية قامت بالتعاون مع الجهات الشريكة بالتخفيف من المشاكل الناجمة عن جائحة كورونا بتقديم مساعدات عينية ل 1180 أسرة محتاجة. وقال المقدم برهاني أن الإعاقة الذهنية والجسدية ليست مرضا، وإنما هي نوع واحد من المتلازمات، وقد منحتهم وزارة الصحة الأولوية وخدمات مجانية، مما خلق ارتياحا للجمعية والآباء. وذكر وجود 19 فصلا دراسيا تقدم خدمات تعليمية منسقة على مستوى البلاد لهؤلاء الأطفال، حيث يوجد 11 فصلا في الإقليم الأوسط، وتجري جهود لزيادتها من حيث العدد. يدير بالذكر بأن الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية والجسدية تأسست في عام 2010، وتضم في الوقت الحالي أكثر من 3500 عضو. نظم في 5 فبراير الجاري في ألمانيا سيمينار عبر الفيديو الافتراضي تركز حول فرص وتحديات شبابية. وأوضح مسؤول الشؤون الجماهيرية والأهلية في ألمانيا السيد كحساي تولدي في السيمينار الذي نظمه مكتب الشؤون الجماهيرية والأهلية، وشارك فيه أكثر من 500 شاب وشابة. أوضح المؤامرات والعدائيات التي جرت لإركاع الشعب الإريتري والقضاء عليه تماما خلال 80 عاما، لأنها فشلت بتصدي الشعب الإريتري القوي ووعيه العالي. من جهته أوضح القنصل العام في ألمانيا السيد كبراب تخسته الأوضاع الراهنة للبلاد، وخاصة الأعمال المنجزة في الاقتصاد الاجتماعي والدبلوماسية الشعبية وتقدمها، داعيا شباب المهجر للمعرفة التامة على تاريخهم والحفاظ عليه كما ينبغي. وقال السيد كبراب إن الترابط والوحدة من أهم القيم السامحة للشعب الإريتري، وذكر في الوقت ذاته أن عملية توريثه للأجيال المتعاقبة مسؤولية كافة المواطنين، منوها إلى ضرورة العمل بقوة لتمتين تجمع المنظمات الوطنية. من جانبهم أكد المشاركون تقوية صفوفهم والمساهمة فيما تطلبه المرحلة الآنية. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية.
أعلنت باريس أن قوة برخان الفرنسية نفذت عملية عسكرية في شمال غربي بوركينا فاسو أسفرت عن مقتل 10 جهاديين ضالعين في هجوم أوقع في منتصف نوفمبر 57 قتيلا بينهم 53 دركيا في بلدة إيناتا شمالي البلاد. وقالت رئاسة الأركان الفرنسية في بيان إن الجهاديين العشر القتلى ينتمون إلى جماعة تابعة لتنظيم أنصار الإسلام الذي نفذ هجمات عديدة ضد السكان المدنيين وضد قوات الأمن ولا سيما في إيناتا. وفي فجر 14 من نوفمبر هاجم رتل من الشاحنات والدراجات النارية على متنها بحسب مصادر عسكرية أكثر من 300 مقاتل من جماعات جهادية مسلحة معسكرا لمفرزة الدركة في بلدة إيناتا. ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية ضد قوات الأمن في بوركينا فاسو منذ أن أصبح هذا البلد مسرحا لهجمات جهادية، وخلف ما لا يقل عن 57 قتيلا بينهم 53 دركيا، وسلط الضوء على عجز القوات المسلحة عن التصدي للجهاديين. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن المواجهة مع الصين ليست حتمية، لكن يجب على واشنطن الوقوف مع حلفائها من أجل نظام قائم على القواعد يهدده العدوان الصيني. وكان بلينكن يتحدث قبل وقت قصير من اجتماعه مع وزراء خارجية استراليا والهند واليابان. وردا على سؤال من أحد المراسلين عما إذا كانت المواجهة مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ حتمية، أجاب وزير الخارجية الأمريكي: لا شيء حتمي. وتستهدف رحلة بلينكن تعزيز المصالح الأمريكية في آسيا وعزمها على مواجهة مطامع الصين المتزايدة في المنطقة. وكانت وزارة الخارجية الصينية قد اتهمت هذا الأسبوع الولايات المتحدة باستخدام الرباعية لإجبار الدول الأخرى على قبول معايير الديمقراطية الأمريكية. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس خلال زيارته الميدانية إلى مدينة بلفور الصناعية شرقي البلاد عن خطة لبناء 6 مفاعلات نووية خلال العقود المقبلة، بما يجعل الطاقة النووية في محور مساعي تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وقال ماكرون إن أول مفاعل جديد سيبدأ العمل بحلول عام 2035. كما أكد أن دراسات ستجري بشأن إنشاء 8 مفاعلات أخرى بخلاف ال6. وأضاف الرئيس الفرنسي أن المفاعلات الجديدة ستبنى وتعمل من خلال شركة كهرباء فرنسا للطاقة التابعة للدولة، وأن عشرات المليارات من اليورو ستجمع عبر التمويل العام للإنفاق على المشروعات ولحماية ماليات الشركة. وتعهد ماكرون أيضا بتسريع وتيرة تطوير إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مضيفا أنه يريد تمديد صلاحية المفاعلات النووية الأقدم إلى أكثر من 50 عاما بدلا من 40 حاليا لمفاعلات معينة، بشرط أن تكون آمنة. تعرضت شركة إطلاق صواريخ الفضاء أسترا سبيس لانتكاسة كبيرة في سعيها للانضمام إلى نادي المشاريع الجديد المزدهر بالشراكة مع إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا، حيث أخفق صاروخها في توصيل أول حمولة تجارية للشركة الناشئة إلى المدار. وتراجعت أسهم أسترا سبيس التي تم طرحها للتداول العام في يوليو بفعل هذه الأنباء، حيث انخفضت بنسبة وصلت إلى 38% خلال التداول على مؤشر ناسداك إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 3.25 دولارات. جاءت أنباء فشل المهمة بعد حوالي 14 دقيقة من انطلاق الصاروخ البالغ طوله 38 قدما من محطة كيب كانيفرال ليحلق في سماء فلوريدا الزرقاء الصافية، فيما بدا للوهلة الأولى أنه رحلة سلسة. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة أخبار المساء أعود فأذكر بعناوينها. إصابة مواطنين 2 بفيروس كورونا اليوم. تنظيم مسابقة نصف ماراثون شرقي إفريقيا لعام 2022. عمل بنسق لتقوية الكفاءة الطلابية في مديرية النحيل.
غارة جوية فرنسية تسفر عن مقتل مسلحين من جماعة متشددة في بوركينا فاسو. مباحثات أمريكية مع الشركاء الآسيويين لكبح نفوذ الصين. وماكرون يعلن أن فرنسا ستبني 6 مفاعلات نووية. انتهت بذلك نشرة أخبار المساء. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.